حراميه بتدهن البطيخه بالبويه وبترجعها مكانها، واول ما بياكل منها زبون بيتفها، والبنت بتستغل انهم بيتخانقوا وبتاخد فاكهه وبتخبيها في البطن الصناعي وبتعمل نفسها حمل، والزبون بيتهمه بالسرقه وبيقول له انت حاطط حاجه في البطيخه عشان الناس تشتري منك، وبيقول له انا هبلغ عنك. والبنت وهي ماشيه بيقول لها هو انت شفت حد حط حاجه في الفاكهه؟ وبتقول له لا ما شفتش حاجه، وبتمشي بسرعه، وبعد ما بتمشي بيلاقي سبراي وبيعرف انها هي اللي عملت كده، وبيشوف البنت وهي ماشيه بيقع منها فاكهه وبيتاكد ان هي اللي عملت كده وبيروح وراها، والبنت بتروح لابنها وبتقول له بص انا جبت لك اكل كتير، وبيجي الولد ومعاه البوليس وبيقول له هي دي اللي سرقتني، وبتقول له ارجوك لا انا مش عايزها تتحبس، ابني كان جعان، وبيشوف انها عندها ابن وبيفضل يفكر لو اتحبست ابنها هيروح فين، وبيقول له الظابط انا اسف بس طلعت مش هي، والظابط بيزعق معاه وبيقول له يعني انت بالك ساعه بتلففني وراك وفي الاخر طول مش هي. وفي تاني يوم البنت بتروح لشغله وبتدور الحاجات اللي سرقتها، وبتقول انا اسفه بس عملت كده عشان ابني كان جعان قوي، وبيقول لها خلاص لما يتبرع بيهم، وبتقول له لا انا هدور على وظيفه وهجيب له اللي هو عايزه، وبيقول لها حلو قوي ده انا عايز واحده تشتغل معايا، وكمان بيديها فلوس عشان تتاجر بيت، وبيقول لها بخصمه من مرتبك وان ترك شيء حرام لله عوض الله خيرا منه.